اولا انا مش مع مبدا ان انا اعلم حروف اللي هو A B C D وابتدي اقول له A كابيتال و A سمول و B كابيتال. اولا الطريقه دي عموما خلاص ما عادش حد يتعلم كده. يعني احنا النهارده بنعلم اللغه الانجليزيه بطريقه الجولي فونكس. يعني ايه؟ يعني ان انا ابتدي اقول له الحروف باي ساوندز. ان انا بدل ما اقول له A كابيتال او ابر كيس A، دلوقتي بقى المسمى ابر كيس ولور كيس اللي هي كابيتال وسمول. بدل ما انا اقول له A كابيتال ابتدي اقول له A. اقول له بي كابيتال اقول له ب. يعني اقول له مثلا عايز اكتب كلمه بات مثلا على سبيل المثال او كات، اقول له كات. فهو لو عرف الساوند كده هيعرف يكتب ويعرف يقرا كويس. انما لو عرفها كمجرد حروف مجرده مش هيقدر يقرا بشكل جيد ولا هيقدر ينطق. فطالما الطريقه اللي هي الساوندز ان انا بقسم الساوندز لايه؟ سامبل ساوند او اندفيدوال ساوند او صوت لوحده، او الطريقه الثانيه بنسميها دايجراف اللي هو تو ساوندز يعني حرفين بيعملوا ساوند. زي على سبيل المثال ايه؟ الاس مع الاتش سي مع الاتش ش. يعني لما اقول مثلا شيب والاي تبقى ايه والبي تبقى ب، فهو يجي يعرف شيب. مش هيحفظها ان اس اتش اي بي، لا لو عرفها ساوند هيبتدي ان هو ايه؟ يتعود عليها. فهو لو اتعلم بطريقه الساوندز، طبعا احنا لما بنيجي نعلم لازم بنعلم بالساوند. تاني حاجه هاو تو رايت اللي هو الدايركشن او اتجاه الحرف. لازم وانا بعلمه اولا تعليم اللغه الانجليزيه لازم يكون على الاربع سطور.